هذه الأبيات كتب كلماتها أبو صابر علي الشامي، وألقاها الشاعر حلمي البورزان تعزية لربع بيت الشامي، وإلى أعمامه أبو عمرو الشامي وأبو حسين الشامي، وإلى أمه وأخوانه بعد تلقي خبر وفاة والده الشيخ أحمد الشامي في عام 2022 يوم الجمعة بعد صلاة العشاء. يقول فيها: قال أبو صابر تلقيت فجيعة في غربتي، بحين بلغوني بالخبر عن موت الغالي بي. القلب أسرع بدقاته والعينين أنزلت دمعتي، يا رب نسألك وادعوك تخفف عنا الألم. أصبحت يلا أعاني بين الأحزان في وحدتي، وأصبحت نتألم على أنين أمي وأخوتي، وأصبحت يتيم الأب. يا حسرتي عليك، يلا صبرنا عليك يا رب الحرم. أرسلت أنا تعزية لكل أعمامي وديرتي، وارسلتها لبيت الشامي والحديدة وهلتي، وشكرت فيها كل من جاي يعزي أسرتي. يشهد علي الله الحاكم ذي حكم، والله لولا لقمة العيش ما فارقت أحبتي، ولا فارقت أبوي ذي أغلى من دنيتي، لكن ظروف الوقت من غير سيرتي. لك الحمد يالله يا ذا الجود والكرم، لك الحمد يالله يا ذا الجود والكرم. يالله نسألك وادعوك تستجيب دعوتي، ويالله رضاك والجنة لبوي ذي فارق دنيتي، ويالله تسكنه جنة الفردوس جوار النبي، والختم بصلي على النبي العدنان العلم. يالله تسكنه جنة الفردوس مع النبي، والختم بصلي على النبي العدنان العلم.